السلام عليكم. هنعمل النهاردة حاجة حلوة وبسيطة وسهلة واقتصادية وفي متناول الإيد. مكوناتها تعتبر متوفرة في كل بيت، تعتبر من ضمن لستة الحلويات السهلة والبسيطة واللي تقدري تعمليها بأقل المكونات وكمان بدون فرن وطعمها حلو قوي. هنحتاج أول حاجة كوباية من السكر وكوباية من المية، هنحطهم كده في الكسرولة ونرفعها على النار لحد ما يغلي، واديله تقليبة كده عشان خاطر اتأكد ان ما عادش فيه لسه حبيبات سكر، ان السكر كله داب. وفي الوصفة دي احنا مش بنعمل شربات، لا احنا بندوب السكر بس. تمام كده. ودلوقتي احنا طفينا عليه وهنسيبه بقى كده زي ما هو، ونروح بقى للخطوة التانية. وهنا انا هستخدم الوok عشان غويط، انت ممكن تستخدمي حلة او اي حاجة تكون غويطة عندك. وهنضيف فيها معلقتين كبار من السمنة، وممكن تستبدليها بالزبدة يعني زي ما تحبي. وعلى نار متوسطة هنستنى لحد السمنة كده ما تسيح معانا، ونكون مجهزين كوباية من السميد دوت الدقيق اللي هو دقيق البسبوسة، ممكن تجيبيه سايب من عند العطار وممكن تشتري منه كيس وتاخدي منه كوباية، بيبقى بالشكل اللي قدامك ده. تمام كده. هننزل بيها بقى كده على السمنة ونقلب بقى كده باستمرار، ايدك ما تتشالش من على السميد، يعني تفضلي تقلبي كده باستمرار. وطبعا النار بتبقى معانا في الوقت ده نار متوسطة، يعني ممكن تخليها عالية شوية تهديها شوية، يعني ان لقيتي في دخانة كده طالعة معاكي تهدي النار، طول ما فيش دخانة اعلي النار مفيش اي مشكلة. بس اهم حاجة ايدك تفضل تقلب كده باستمرار عشان خاطر ياخد كله لون موحد ومفيش حاجة تتحرق منك. تمام كده. وطول ما انت بتقلبي هتلاقي بقى عمال بيحمر معاكي ووصل للمستوى اللي انت شايفاه قدامك ده. تمام كده. انا عايزاه بالحمار ده، كل ما بتحمري فيها كل ما بتديكي نتيجة افضل واحسن. ودلوقتي معانا هنا كوباية السكر على المية اللي احنا كنا دوبناها، هننزل بيها على طول كده. ايوه انزلي بيها على الدقيق بتاع سميد البسبوسة كده، ونضيف لها كمان كوباية من الحليب، نزود الغنى بتاعها كده بكوباية من اللبن. على فكرة سميد البسبوسة بيشرب سوائل بشراهة، يعني انتي ما تقلقيش خالص من اللي انتي شايفاه قدامك ده. اي نعم السميد عايم كده في السوائل بس ما فيش اي مشكلة وما تقلقيش خالص. دقيق السميد بطبيعته بيشرب السوائل، فمهما تديله فهو بيمتصها كلها وهيشربها قدامك دلوقتي. شايفة عمال بيغلي ازاي؟ واحنا بقى بنقلب كده هتبص تلاقيها واحده واحده، هتبص تلاقي السوائل دي كلها ما عادش ليها اي اثر، وهتلاقي دي البسبوسه شربها وبقى بالشكل اللي قدامك ده. في الوقت ده هنطفي عليها النار ونشيله من على البوتاجاز، وتجيبي صينيه مقاس 22 او 24 ومش هندهنها اي حاجه خالص، وبننزل بالسميد معانا كده في الصينيه بس يكون وهو لسه سخن، يعني بمجرد ما بنشيله من على البوتاجاز بتنزليه في الصينية على طول، وتبدأي بقى تفرديه بقى كده في قلب الصينية، هتتفرد معاكي بكل سهولة. وتقدري تشكليه، ممكن تحطيه في كاسات، ممكن تحطيه في قوالب، يعني تقدري تحطيه في اي شكل انت حباه. وطبعا اللي بيحب البسبوسة والرواني والحاجات دي هتعجبه قوي الوصفة دي. بنسويها بقى كده ونسوي الاحراف بتاعتها وبنضغط عليها، وبعد كده نحطها على جنب لحد ما نجهز الطبقة التانية. ودلوقتي هنحتاج كوبايتين من الحليب، وهنضيف عليهم معلقتين كبار هرميين كده من السكر، وطبعا السكر على حسب حبك للسكر، اذا كنت تزودي او تقللي. تمام. وبعد كده هنضيف 3 معالق كبار من النشا ورشة من الفانيليا، وبعدين نقلب كل المكونات اللي احنا اضفناها دي، ندوب السكر بقى كده كويس، وبعدين نرفعهم على النار. ومع التقليب المستمر على نار متوسطة
هنقعد نقلب كده لحد ما تبص تلاقي القوام بقى تقيل كده معاكي. هنضيف لها معلقة كبيرة من القشطة. في حالة لو انت ما عندكيش قشطة ممكن تضيفي معلقة من الزبدة. الخطوة دي عشان خاطر تخلي كده الكريمة معاكي طعمها كده قشطة، لما تيجي تاكليها كده تحس انك بتاكلي قشطة. وممكن تحذفي الخطوة دي لو انت مش حباها. وبعد ما قلبنا القشطة كده ودابت في الكريمة وبقبقت بقى معانا بالشكل ده، نشيلها بقى من على النار وننزل بيها وهي سخنة زي ما هي كده على السميد. وبعد ما تنزلي بالقشطة كلها كده تمسكي الصينية تهزيها بالشكل ده، هتبصي تلاقيها اتسوت معاكي. تاخديها بقى تدخليها التلاجة كده على ما تسقع بس كده شوية. وبعد ما تطلعيها من التلاجة تقومي مقطعاها بقى، وبعد كده تزوقيها بأي مكسرات موجودة عندك بقى. يعني انا هنا عندي فرماسيل شوكولاتة زوقتها بيها، وشايفة بقى ما شاء الله طالعة الخرطة بخرطتها متماسكة وجميلة جدا. وشايفة السميد بتاعنا بعد ما اتحمص كده طالع لونه جميل ازاي. هتيجي تاكليه بقى هتلاقيه بجد حاجة جامدة جدا، ولما تدوقيها مش هتبطلي تعمليها من جمالها. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده نال اعجابكم، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.